السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. نروح بقى لنادي الزمالك وأسوريو قاعد، أسوريو ماشي. بكرة الساعة 6 في اجتماع عاجل لمجلس إدارة نادي الزمالك، هيتحدد فيه إن كان أسوريو قاعد، إن كان أسوريو ماشي، إن كان فتوح قاعد، إن كان فتوح ماشي، وهيتحدد العقوبة اللي هتتحط على فتوح والزناري ومحمد صبحي. تمام؟ هتتحط العقوبة، هتتحدد. هل هم بكرة، يا ريت تردوا عليا في التعليقات على الموضوع ده، هل هم بكرة هيطبطبوا على فتوح عشان يجدد، ولا هياخدوا اللقطة ونشوف القرارات الجديدة بتاع مجلس الإدارة الحازمة؟ يا ريت تردوا عليا في التعليقات وتقولوا لي انتم متوقعين ايه. انا عن نفسي ما اعرفش، يعني ما اقدرش اقول لك هينزلوا عقوبات قاسية على فتوح. لو في الاهلي اقول لك هيعملوا ايه، وما اقدرش اقول لك ان هم هيطبطبوا عليه. يعني ممكن اقول لك هيطبطبوا عليه وتعالى يا حبيبي عشان يجدد، وتبص تلاقيهم ايه، راحوا ملبسينه في حيطه. وممكن اقول لك هينزلوا عليه عقوبات شديده، واجي الاقيهم بيطبطبوا عليه. ايه يا توحه، مش هتجدد، مش هتعمل. ما تعلملوش حاجه الزمالك ما تعرفلوش حته تمسكوا منها، وبالذات ان دي اداره جديده مش عارفين توجهاتها ايه. تمام الكلام؟ بس اللي انا شايفه عن رايي انا ان اسوريو لو كمل في الزمالك هيجيب الزمالك ارض، هيجيب الزمالك السنه دي لمس اكتاف. اسوريو لو كمل في الزمالك هيجيب الزمالك لمس اكتاف. نروح بقى للكابتن العلامه رضا عبد العال. عشان تعرفوا بس، اللعيبه لما بتحط على لعيبه وتعوز وتقول الحقيقه وتطلع اللي ببطنها، ولما يعوز يطبل ويرقص بيعمل ايه. دوت فيديو للكابتن رضا عبد العال لما الفريق اتغلب من زد. اسمعوا معانا يا جماعه. مش عارفين نقول ايه ولا ابدا منين. بس انا قلت وحذرت من السنه اللي فاتت، من ساعه لما الاخ اللي جه ده اللي اسمه اسوريو وسيبوه في حاله ده، قلت ان الزمالك لو بدا الموسم السنه الجايه بالراجل ده هيعاني وهيبقى في المركز السابع الثامن التاسع وانت طالع بقى، مش هينزل. يعني الثامن وانت طالع وتخش بقى في الاجواء الصعبه اللي هي بقى ممكن تقعد بهدف، ممكن تقعد بمجامله حكم، ممكن تقعد بفرقه تسيب لك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لان اولا هو بيلاعب ناس والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما تلعب مركز شباب. اولهم دونجا، عمر جابر، المسلوسي، عندك محمد طارق ده اللي معرفش بيلعب منتخب اولمبي ازاي. الراجل اللي بياخده ده بتاخده ازاي؟ ده في لعيبه احسن منه مليون مره، وفي انديه يا راجل سيبك من الاهلي والزمالك والدوري الممتاز، في انديه في الممتاز بيه اقسم بالله عندها لعيبه في نفس السن احسن منه بكتير. يا راجل ده انت ما بتجيبش الراجل اللي هو المحترف اللي هو بتاع المقاولين، الواد الصغير ده اللي هو احترف السنه اللي فاتت اللي كان مساك، ما شفناهوش ولا مره جبته، مع ان اعلى واحد في الديفنس ما جبتوش ليه؟ اللي هو راح تركيا وبعد كده مش هي الحاجه الوحيده اللي بيقولها صح ان بيقول لك اسوريو ده راجل جاي ياكل عيش، ودي حقيقه. بناء عليه بتاخده. ده راجل امكانياته مفيش، صفر فنيات وامكانيات، واخد بالك؟ اول ما بدات المباراه قلنا اول 3 دقايق جه جون من هجمه حاجه زي الفل. محمد رؤى عمل ثرو باص يا دوبك سندها نضاي، عمل الكره بالعرض الجزيري حطها. قلنا احنا هنتفرج على ماتش فيه بقى فن وهندسه زي ماتش سموحه. ماشي، انت خسرت بعدها الانبي، فقلنا هيصححوا الغلط وهو هيصحح الغلط فتفائلنا. بعد كده الجزيري راح بواحده اللي هي زيزو عملها له بالعرض، وقعت من ايد علي لطفي، راحت للجزيري معرفش قاعد يلت ويعجب فيها لغايه ما ضيعها. واحده تانية انفراد المعلم حسام مجيد عملها له طوليه،
هو راح انفراد ومعرفش انت عايز تعمل فيها ايه وضيعها. اي جون من ده كان ممكن المباراه تختلف، انا بتكلم بجد يعني. بس ده ما يمنعش ان هو ما عندوش فكره، ما يمنعش ان دي امكانيات لعيبه. يعني كره طوليه راح بيها الجزيري كان هيجيب جون، واخد بالك؟ ومحدش يقول لي اصل ده امال انت بتمرن في ايه يا ابني؟ انت بقالك دخلت مثلا في 6-7 شهور بتمرن ايه؟ بتمرن اللعيبه دي على ايه؟ المهم بعد كده مفيش تواجد لنادي الزمالك، بعد كده انفراد لشادي حسين لولا محمد عواد اللي ربنا يسلمه. ربنا يسلمه، واخد بالك؟ بصوا بقى النقيض يا جماعه، ها، هو رضا عبعال. بصوا لما الزمالك غلب سموحه، ايام الماتشات اللي هي الزمالك بيفتح فيها مدرسه الفن والهندسه، ده حقيقي. النهارده لعيبه الزمالك النهارده تفوقوا على نفسهم وعلى المدير الفني وعلى كل الصعوبات، ويمكن ان مجلس الاداره الجديد وشه حلو بدليل ان هو كان متواجد النهارده. والنهارده في اكتر من مكسب لنادي الزمالك. اول هام الخماسيه، تاني هام الاداء، تالت هام هدف شيكابالا واوباما اللي هو انا بعتبره انه يبقى احسن هدف خلال الموسم ده او طول الموسم. مش هيجي هدف ملعوب زي الهدف ده، في فنيات عاليه قوي، في تحرك سواء من شيكابالا اللي خد في السن ده اكتر من 100 متر او 80 متر، بيطالبوا في زور ان شيكابالا يروح المنتخب من وسط الملعب انفراد. وما ننساش الاسيست بتاع مصطفى شلبي اللي هو هيئه ان هو يوصل للجول ده، ثم الوقوف على الكوره والكعب اللي اتعمل ده ما يعملوش غير لعيب عالمي. كان ممكن واحد يشوط عادي يحط في الدقيقه عادي يعني، انما يشوف اوباما وهو جاي ويحطها له بكعبه، واوباما يرقص الهاني سليمان وبعدين مش يحطها ببطن رجله، ده بيحطها بكعب رجله على عكس اتجاه المدافع. حتى تلاحظ ان المدافع كان هيضرب في القائم، لانه اي حد لازم هيقول لك ان هو هيحطها في الدقيقه، لان رقص هيحط على طول. فحته الكعب دي طلعت المدافع بره، وطبعا دخل الجون من احسن وامتع الاهداف اللي هي هنشوفها خلال الموسم ده. انا اعتقد ان مفيش جمله هتتلعب، محدش بقى يقول لي لا مدرب ولا حتى جوارديولا ما بيعملش الكلام ده. ده فكر عالي من اسيست مصطفى شلبي، ثم فكر اعلى من شيكابالا ان هو بعد ما يروح يعملها بكعبه، ثم من اوباما اللي هو بيرقص وبيحطها بكعبه على عكس الراجل اللي جاي. لان اي حد زي ما بقول لك طبيعي هيقفل الدقيقه ويجري على الدقيقه على طول، فبيعملها في الحته. ادي يا جماعه رضا عبعال، ها، ووريكم بقى ايه لما يحب يطبل ويزودها قوي. ها، ده لو في وقت كمان كنت جبت لكم قال ايه بعد بقى ايه ما تعادلنا مع صن داونز وخرجنا من البطوله الافريقيه، كنت تسمع السلخ والدب اللي على الاهلي وعلى كولر، فاهمني؟ وكولر بيشتكي الحكام، وكولر مش عارف ايه، وكولر بيسوي ايه، ودب على الاهلي. هو الاهلي كان وحش، بس انا بوريكم رضا عبعال، ها، لما بيعوز يطبل بيطبل، واخد بالك؟ ولما بيعوز بقى يحط على الفريق، ها، شفتوا اول ما الفريق اتغلب دخل عمل فيه ايه؟ كاس عامه، ما خلاش فيه لعيب، ها، لعب كرة حلو. شكرا لكم يا جماعه. وفي اخر الفيديو بقول لكم اكتبوا لي في التعليق الاداره بكره هتعمل ايه مع فتوح والزناري وصبحي. هل هم هينزلوا عليهم عقوبات قاسيه، ها، ولا هيطبطبوا عليهم عشان يجددوا تجديد بالنسبه لصبحي وفتوح؟ احنا سامعين ان صبحي مخلص مع بيراميدز، الله اعلم بحقيقه الكلام، ما جالناش كلام نهائي. وبيقول لك فتوح مخلص مع الاهلي، ده برضو ما عندناش بيه بت في الموضوع نهائي ان هو خلص مع الاهلي معايا، والا كنا طلعنا قلنا هو مخلص مع الاهلي، بس هي باين لها ملامح كده. فانتوا اكتبوا لنا في التعليقات هل هو هينزلوا عليه، الاداره هتنزل عليهم عقوبات ولا هتطبطب عليهم عشان يجددوا؟ شكرا لكم يا جماعه، معلش طولنا عليكم، وبعد اذنكم لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس.
السلام عليكم.